السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معكم نسمة وصفات سهلة وبسيطة. هنعمل النهاردة بسكوت البسكريم بطريقة مميزة جدا. يطلع معاكي بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. ببيضة واحدة بس هنكون عملنا كل الكمية دي، موفر جدا. لون وشكل وطعم مش هتفرقيه عن الجاهز. زي ما انتوا شايفين كده شكله تحفة. يلا بعمل لايك ومتابعة القناة وفعلوا الجرس يوصلك كل جديد. ولو عجب الفيديو شاركيه مع اي حد من حياتك عشان الكل يستفيد. يلا بقى بينا نسمي بالله ونشوف هنبدا بايه. هنبدا الاول بالشوكولاته اللي احنا هنحشيه بيه البسكريم. معايا بقى كده دي شوكولاته قابله للدهن او نوتيلا. بدات ان هاخد معلقه او معلقتين منها في كيس حلواني او كيس تلاجة. بدات ان اعملها كويرات كده صغنونه خالص زي ما انتم شايفين. بدات بس ان مع صباعي كده دهنته دهنه من الزيت. بدات ان ابططها كده عشان تبقى ما تبقاش معايا شعيرات كده طالعه. وهشيلها بقى في الفريزر لمده ساعه. نبدا بقى في العجينه. معايا كده 250 جرام من الزبده اللي بدرجه حراره الغرفه، عليهم 125 جرام من السكر البودره او نص كوبايه من السكر بما يعادل يعني نص كوبايه من السكر البودره. نقدر احنا نضربهم كويس جدا مع بعض ده في العجان لحد ما يطلع معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده كريمي كده والزبده بقى لونها فاتح. ننزل بقى ببيضه. ننزل كمان معلقه صغيره كده من الفانيليا السايله او كيس من الفانيليا البودر او معلقه صغيره من الفانيليا البودر عادي. نبدأ ان احنا نضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما كل المكونات دي تختلط وما تلاقيش ليها اي اثر خالص، تبقى معاكي شكل الكريمه بالظبط. هناخد بقى منها كده معلقه صغيره كده من الخليط اللي انت شايفاه ده. هنحتاجها بس مش دلوقتي، وهتشوفي هنعمل بيها ايه. معايا هنبدأ بقى نضيف عليها كوبايه كده ونص من الدقيق ورشه كده من الملح. وهنضيف لها كمان دقيق تاني، بس كملي معايا بقى الفيديو ونمشي واحده واحده كده مع بعض عشان ان شاء الله يطلع معاكي مظبوط واحلى كمان ما انا عاملاه. زي ما انتم شايفين كده بدات ان اقلبها وهنزل بقى كمان بكوبايه تانية. احنا كده نزلنا بكوبايه ونص، وهنزل كمان بكوبايه تانية بس انا ما نزلتش بيها مره واحده عشان خاطر كل نوع دي غير التاني. فانا بعمل زي ما انت هتعملي بالظبط، بمشي معاكي واحده واحده عشان ان شاء الله معاكي تطلع حاجه معاكي مظبوطه. زي ما انت شايفه كده انا كنت ممكن احط كوبايتين ونص مره واحده، بس انا مرش اعمل كده، بمشي معاكي زي ما قلت لك واحده واحده. انت ممكن تحطي الكوبايه الاخيره دي ما تاخديهاش كلها، تاخدي نصها، تاخدي ربعها، تاخديها كلها زي ما انت شفتيها. هنبدا بقى ان احنا نقلبهم كده مع بعض زي ما انت شفتيها كده ونعجنها. البسكوت مش بتعجن كتير. قلبتها بس لحد ما خلاص الدقيق يختفي منها خالص. وبدات ان انا اخد العجينه دي قسمتها على نصين، اتنين يعني. وهاخد بقى واحده فيهم حطيتها تاني في العجان، وهضيف عليها كمان معلقه ونص كده من الكاكاو الخام. واضيف عليها كمان المعلقه اللي احنا كنا شايلينها لو انت فاكراها من خليط الزبده مع البيض. هنبدا بقى اللي احنا نضيفه دلوقتي، نقلب كل ده كده مع بعضه. طب انا ليه شلت معلقه دي؟ عشان خاطر المعلقه من الزبده يعني، لان انت لو سبت دي، لو ضفت العجينه على الكاكاو كده على طول هتلاقي العجينه معاكي جافه. فكان لازم ان انا اعادل اخليها متوازنه مع نفس العجينه البيضه يعني، تكون معاكي نفس العجينه بالظبط. زي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى ان احنا ناخدها ونشكلها كده كويرات صغيره جدا جدا. يعني طالعه معاك كمان في الكاميرا كبيره بس هي كويرات صغيره قوي لحد ما تطلعيهم قد بعض. ونكورهم زي ما انتم شايفين كده في اطباق كده. وناخد بقى نبدا ان احنا نشكل ده كده بردك النوتيلا اللي احنا كنا مجمدينها او الشوكولاته انتي مجمداها. مش هينفع معاكي شوكولاته عاديه عشان هتنشف معاكي من جوه. فالافضل اللي هي تكون نوتيلا او شوكولاته قابله للدهن. زي ما انتم شايفين كده هنبدا ان احنا نشكل البسكوت البسكريم معاكم. بدات ان انا اخد 3 كويرات من البيضه و3 كويرات من الشوكولاته. بتاخدي واحده وواحده، يعني حطي واحده بيضه واحده سمراء زي ما انت شايفه كده بالظبط. واخد كمان شوكولاته اللي هي النوتيلا. طبعا هي المفروض ان هي مجمده ده المفروض، بس انا في عندي جو حر قوي في شقتي، ففعلا يعني مسافه بس ما انا طلعتها هي كده كانت ساحت. فانت ان شاء الله تعمليها ما تكونش سايحه معاكي كده. فانا عايزه اقول لكم بعديها اصلا بعد ما عملت كده وصورت، فانا كنت كل واحده بعملها كنت بروح الفريزر اجيب وابدا ان احشيها. زي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى ان احنا نكورها. نبدا الاول نقفل كده عليها. اهم حاجه نقفل كده عليها بالشوكولاته عشان الشوكولاته معاكي ما تبقاش طالعه من فوق او طالعه من تحت. هفضل ان اكرر معاكم الشكل كذا مره عشان خاطر لو في اي حد ما خدش باله في اول مره. زي ما انتم شايفين كده زي ما بقول لكم هنبدا ان احنا نقفل عليها كويس جدا. اهم حاجه الشوكولاته ما تكونش طالعه بره، ونبدا ان احنا نكورها كده بين ايديكي كوريها وتطلع معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاها دي. حبيت ان اكرر معاكم زي ما قلت لكم الفيديو كذا مره عشان ان شاء الله باذن الله تعرفوا تعملوها باذن الله. وهي حاجه سهله جدا بصراحه يعني فعلا ما بتاخدش حاجه. ومعايا بقى كده هنحطها بقى على صينيه نكون عليها ورق زبده، او مش عندك ورق زبده عادي حطيها على الصينيه كده كده مش هتلزق لان هي فيها زبده فمش هتلزق معاكي ان شاء الله. بس الاحتياط انا بحب احط ورق زبده.
وندخلها بقى على فرن 180 درجة، هتقعد بالظبط نص ساعة او كل شوية انتي بصي عليها، لان طبعا كل فرن غير التاني. فاض معايا بقى شوية كده من الشوكولاتة، العجينة من الشوكولاتة، فعملتها زي ما انت شفتها كده، وندخلها وتطلع معاكي بالشكل الجميل التحفة ده. ان شاء الله تجربوه ويطلع ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.